يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده باين على شكله مفيهوش اي حاجه. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل الراعي الرسمي للشتاء، عدس اصفر. تمام. هنشوف بقى الطريقه سهله جدا جدا. طبعا زي ما قلنا احنا ممكن كمان نعمله في الصيف، لان احنا دلوقتي محتاجين كل اكله فيها توفير. شايفين بقى شكله وطعمته وجماله؟ هنخش بقى على الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا ازاي. بس قبل ما ندخل على الفيديو، صلي على سيدنا محمد واشتركي في القناه لو مش مشتركه، وفعلي زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. جبنا بقى يا ستي دي بصلايه مقطعينها كده اي شكل عادي يعني، ومعايا بتاع رستم كده، وربع كيلو عدس بس، وربع كيلو جزر، وقرن فلفل، ومعايا طماطمايه مقطعاها برضو، وبطاطسايه. تمام. وكمان لو في كوسايه حطي. تعالوا بقى بينا فين؟ على الحله. هنحط بقى دلوقتي كده شويه زيت صغننين، طبعا مش عايزين نحط ايه زيت كتير. تمام. احنا هنشوح كده تشويحه. تمام. هنجيب البصل، طبعا قلت لكم مقطعينه زي ما انت حابه، عايزه تقطعيها 4 كده وتحطيها كمان مفيش مشكله، بس انا قطعتها كده عشان تاخد ايه راحتها في التشويح. وابتديت بعد ما حطيتها وشوحتها كده، حطيت عليها على طول ايه التوم بتاعنا. الطريقه دي هتخليكي تنسي اي طريقه تانية للعدس كنت بتعمليها، صدقيني بجد. وابتديت اللي انا احط كمان الجزر بتاعنا. تمام يا ستي، تمام يا ستي. وحطيت قرن الفلفل معاه، وحطيت البطاطسايه، وعمالين طبعا كل ده إيه احنا بنشوح يعني. انا كمان مسرعه الفيديو، الحاجه دي انا بسيبها تتشوح 3 4 دقايق كده. وبعدين حطيت الطماطمايه بتاعتي. خلاص، صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واخبطوا اللايك عشان اللايك ما بيكهربش. هنعمل النهارده حاجه عظمه. ابتديت بقى اللي انا اشوح كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل بقى بالعدس بتاعي، طبعا نازل كده في قلب بعض وماسك عشان خاطر ايه مغسول. العدس لما بيتغسل بيعمل كده. ابتديت بقى اللي انا اشوح كل ده كده مع بعضه. وبعد ما شوحناه وخدت تشويحه تمام التمام وكل حاجه طلعت ريحتها كده، حطيت بقى ميه بتغلي، يا دوبك غطيت بيها بس كده المكونات بتاعتي كلها، ما حطيتش اكتر من كده، وغطيت العدس. تمام. وطبعا اول ما هيبتدي يغلي كده، هبتدي ان انا اوطي عليه علشان العدس ما يلزقش منك. وهوريكي دلوقتي العدس مش لازق ازاي معايا. عايزه اقول لكم الخطوه دي بتكفينا ان احنا نعمل اي حاجه تاني بعد كده، تقليه او حاجه. جبت بقى الصينيه بتاعت الفرن بتاعتي، وجبت بقى يا ستي العيش، اي عيش عندك، هاتي عيش بايت، عيش متقطع، عيش واكلينه قبل كده، اي حاجه. وهنبتدي ان احنا نقطعه زي ما احنا شايفينه كده. ده احسن من اللي انا احمص العيش بصحيح زي ما هو. لا، الطريقه دي بتبقى احسن مليون مره، وبيطلع تحفه في منتهى الجمال. بصوا كده العدس خلص معايا، طبعا وطيت عليه لحد ما استوى خالص. انا دلوقتي حطيت العيش في الفرن يتحمص، وابتديت بقى اللي انا ايه عريت على العدس كده. اول ما لقيت ان كل حاجه فيه استوت، البطاطس والجزر دول اهم حاجه، خلاص كده انا طفيت عليه وسبته بقى يهدى ويبرد زي ما انتوا شايفين كده. بصوا جميل جدا جدا. هبتدي بقى اللي انا اجيب الكبه بتاعتي، وهبتدي ان انا اخلط فيها العدس. حطيت بقى المكونات كلها، عايزه اقول لكم ما شاء الله ربع كيلو عمل معايا كميه مش وحشه. تمام. طبعا للناس اللي هي ايه بندور دلوقتي على اي حاجه ان احنا نوفر فيها، زي ما قلت لكم احنا ممكن نعمله في الصيف عادي، ما تربطوش العدس بالشتاء. تمام. لان طبعا يعني ربنا يعيننا على اللي احنا فيه، فلازم ان احنا نوفره، وكمان طعمه جميل جدا والله. ابتديت بقى اللي انا حطيت شويه ميه في الحله، وزي ما شفتوا الحله مفيش لازق فيها اي حاجه خالص. هحط الاول بقى قبل ما اخلطه ملح. تمام. هحط شويه فلفل اسود صغيرين خالص لا يسكروا كده، لان مش عايزين فلفل اسود كتير على العدس. وحطيت كاري خلاص، وكمون. بصوا بقى كل حاجه بحرف الكاف عندك حطيها: كاري، كمون، كركم، كزبره. خليكم معايا: كاري، كمون، كركم، كزبره. خلاص.
دي الحاجات اللي انا حطيتها على العدس. وحطيت ورقتين من الماجي. وليه بقى انا عملتهم كده مع العدس دلوقتي؟ عشان خاطر ياخد طعم التوابل كلها، والتوابل تلحق تدوب فيه. برضو جينا هنا حطينا شوية زيت. خلاص كده احنا خلطنا العدس، وهنعمل بقى الخطوة التانية دي. دهون من اللي هي ماما مديهالي اللي قلتلكوا عليها، اللي هي بتاعت العجل او الخروف، اي حاجة يعني. دي كانت حتة من المنديل قطعتها كده صغير وعملتها. اللي يقول لي ايه المنديل ده؟ المنديل ده اللي بيتعمل طرب، تمام، بيبقى ريحته بقى في منتهى الجمال. قطعته صغير كده وحطيته في الزيت. طبعا بما ان مفيش سمنة، حطينا شوية كده في الزيت، وبعد ما تشوحوا خالص وزي ما انتوا شايفين اصفروا كده، بنطلعهم بقى. ويا سلام بقى لو طلعناهم وحطيناهم في حتة عيش وشوية ملح، يا سلام على الكوليسترول وجماله. خلاص كده، خلاص خلصنا. هبتدي بقى اللي انا ايه في السمنه اللي انا سيحتها دي، طبعا سمنه من غير كلام. حطينا بقى بصلايه هنشوحها. وعايزه اقول لكم انت ممكن تستغني عن الخطوه دي خالص، لان انت اصلا في الاول مشوحه كل حاجه، بس برضو الخطوه دي بتديله تست حلوه قوي قوي. تمام. ابتديت بقى اللي انا اشوح البصلايه كده بتاعتي، واول ما هتبتدي تصفر بس وتاخد لون، هبتدي بقى ان انا انزل بالشعريه. تمام. في بقى لو انتي مش عايزه تعملي شعريه، بتشوحي البصله او التومه عايزه، ممكن تعملي بتومه وتحطي العدس، وممكن برضو ما تحطيش خالص لو انتي عايزه تستغني عن الخطوه دي. حطيت بقى الشعريه بتاعتي بعد ما دخل بس ان هو يصفر، خلاص ما خليناهوش يحمر ولا حاجه. ابتديت بقى اللي انا اشوح الشعريه كده زي ما احنا شايفين لحد ما لونها وصل للون ايه الذهبي الحلو ده. هبتدي بقى اللي انا بالراحه كده انزل بالعدس بتاعي. وخلي بالكم وانا بنزل كده بالعدس بكون برضو موطيه النار، عشان ايه اللي بيحصل؟ الشعريه بتلزق في الحله تحت. خلاص همصمص بقى الشفشق زي ما متعودين. وهبتدي بقى اللي انا ايه احط بقيته على الحله كده. وطبعا احنا حاطين التوابل بتاعتنا. تمام. هحط بقيته كده. بصوا شايفين جماله بقى؟ كهرمان كهرمان. وبصوا الحله قد ايه؟ من ربع كيلو عدس. تمام. هبتدي بقى ان انا اغطيه واسيبه لحد ما الشعريه بتاعتي بس تاخد غلوتين كده، وبعدين طفيت عليه وجبته. بصوا بقى العيش شكله عامل ازاي. وجبنا كمان ايه؟ جبنا بصل اخضر. ما احنا مش معقوله يعني مش هناكل بصل جنب العدس. عايزه بقى تعمليه تسقيه، تحطي كده وتغمسي بالعيش. اي حاجه تاكلي العيش وتشربي معاه عدس اللي انتي حباه. بصوا اصلا شكله بيتكلم لوحده ما شاء الله. كان طعمه تحفه تحفه تحفه، وكان قالب ريحه البيت. انسي بقى ان انتي تسلقي وتعملي. الطريقه بتاعت التشويح الاولانيه دي بتوفر عليكي كتير جدا. بصوا بقى شكله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حاجة جميلة جدا. وسبحان الله ربنا فعلا دايما بيبارك في الحاجة القليلة والبسيطة. عايزة اقول لكم كان طعمه في منتهى الجمال بجد. بصوا شايفين اصلا شكله عامل ازاي؟ جميل جدا جدا. ده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.